أما اليوم فبنطرح قضية اعتصام الطيران المدني اللي شفناها بالصحف. طبعا هذه واحد من الصحف موجودة عندنا، يعني هذه يعني احنا المشكلة أنا ما راح أعرض الاعتصام، ولكن أبي أقول لكم نقطة يعني للأخوان والأخوات الصحفيين، يا ريت تتأكدون من مصادركم حتى تكون المعلومة صادقة. يعني هذا الأخ علي الشطي مثلا يوم من الأيام طاح في موقف راح نتكلم فيه من الصحافة، وصل إلى مرحلة نفسية أنه هو اتهم أنه هو السبب في خلل فني في المراقبة، وكان راح يؤدي إلى تصادم طيارتين. نعم. طبعا المصادر هذه احنا ما نعلم عن الصحافة اللي كتبت أن هذه المصادر هل هي صادقة أم غير صادقة. يا ريت نتأكد قبل لا نكتب حتى نكون يعني على الأقل عادلين، أو نوصل الإخوان المسؤولين إلى العدل في الحكم على هذا الشخص أو على الغلطان. طبعا لازم المعلومة تكون صحيحة 100% ويتأكد منها الصحفي. عموما ايضا مثلا قبل لا نطلع فاصل خالد، يعني مثلا يقول لك الطيران المدني انتهاء التحقيق مع المراقب المهمل، مع العلم انه ما كان في الامور هذه كلها، وما ما كان في اهمال ولا غلط منه، يعني نعم. غلط من قواد الطياره. طبعا راح نتكلم احنا في الامور هذه. عموما يعني تتوقع فيصل شنو اسباب اعتصامهم، وهل هو عدم انصافهم اسوة باقي الدول؟ بالفعل هي مقدره الفئه هذه لدرجه يقول لك في بريطانيا اذا كان في مراقب جوي يضربون له تعظيم سلام، يعني بالعكس يمشون له لانه يحترمون مهنته ويحترمونه هو كشخص. لكن للاسف هني انا يعني في احد المراقبين جاب لي الادويه، يقول انا هذا اللي ياني من وراء المراقبه الجويه، والاغلبيه يستعملونها طبعا، ويانا هم ناس هم بعد يعني يعانون من نفس الادويه، ممكن شغلات متطوره اكثر، عنده حبوب سكر وضغط وعنده كوليسترول، الله يسلمكم ويبعد عنكم الشر ان شاء الله. وعنده وين الكاميرا هني؟ اي تفضل روح، عنده كل هذول ادويه له وحاط احتياط، الله يشافيه ان شاء الله ويبعد عنا كل شر. هذه ادويه المراقب الجوي، يعني المراقب الجوي يعطونا الجنسيه وتوظيف ويعطونا الحبوب هذه على اساس شنو؟ يتوكل على الله يصير مراقب. وفي سؤال مهم جدا قبل لا نطلع وياكم هذا الفاصل، او تبي تورونا يمكن سؤال حلقتنا. نعم. ان في علاقه ما بين زام الليل في برج المراقبه وماي الصحه، هذه نقول لكم هذا لغز، هذا تحلونه سؤال حلقتنا تحلونه، لان بصراحه بين زام الليل وماي الصحه ترشيد يمكن. لا حول ولا قوه. نشوف الحين 5 ملايين يقول لك الحين ما خلصوا الفلوس. كذي سؤال الحلقه نشوفه وياكم ونرجع مره ثانيه حق برنامج الرجل. ثم لبرنامج الرجل، خلونا ندخل بموضوعنا على طول ونرحب بضيفنا مشرف ومراقب الرادار بمطار دوله الكويت السيد احمد الخضري. حياك الله معنا. الله يحييك. مساك الله بالخير. طبعا انت يمكن شفت ديباجتنا في البدايه، وعندنا يمكن وعدنا المشاهدين ان احنا عندنا علاقه الماي بزام الليل. انا شفتك ابتسمت فبقول لك اياها من البدايه عشان تكون ويانا. هذه اول شيء خلينا نعرف سبب الاعتصام. طبعا اول شيء الاعتصام حق كفل القانون، فما سوينا شيء بدعه. هذا شيء. الاعتصام وصلنا لمرحله اللي لازم نعتصم. ليش؟ لان اول شيء بالنسبه حق المطار ككل، المطار كما ما تعرفون مكان هبوط واقلاع، معناته خطر. نعم. زين، في هناك اجهزه خطره يمنه، في مثل اعطيك انا مثال، غرفه الهيدروجين موجوده عند الارصاد، هذه في محيط المطار، لا سمح الله لو يصير انفجار حتى الفروانه تتاثر. بالضبط، هذه قنبله نوويه صغيره. رحم الله والديك. نعم. هني بعدين نفس الشيء المبنى ملاصق الى مبنى الاداره، كل الاجهزه تحت، كل التوصيلات الكهربائيه، البنزين وين كله يمه، هم لا سمح الله اذا صار شيء اي التماس ممكن ياثر. هني في بعض الشغلات مثلا في الاخوان اللي بالاجهزه الملاحيه، الاخوان مثلا بالايلس وشغلات الاجهزه الملاحيه او اي شيء مرتبط بالمطار، وين موقعنا؟ احنا بالبر، فلما بيروحون يروحون بالبر، وعليك الحساب العقارب، الحياه، جميع الظروف، يعني الارصاد لازم متنبئ جوي، وين يروح الاجهزه يشوفه شلون يروح، مطر، برد، غبار، نفس الشيء اللي هم الاخوان اللي يروحون يطالعون شيء يكون عزيزه يروح نعم. الوفره. نعم. هذا واحد موضوع نفس يروح الوفره طبعا، لان عندنا جهاز ملاحي بالوفره. جميل. حلو، لما ما يشتغل لازم يروح يشيك على الجهاز الملاحي هذا وبكل الظروف. زين، لنفرض انه عطل بوقتها، مو هذا هو يقول لك لازم يروح ما ياثر على الحركه؟ ياثر على الحركه، بس شنو؟ احنا في جهاز ثاني احتياط
لكن لازم يشتغل. ماكو جهاز ملاحي يوقف، لازم يكون في سبير او نعيد تشغيل هذا، لان لازم انا ادي عملي بصوره كامله. جميل. بصوره كامله. هذه وبعدين طبعا مثلا احنا مو بس مساله فلوس، لا لا لا، شغلات فنيه، شغلات اداريه يعانون منها الموظفين. لما عندنا مثل كاداره الطيران المدني داخل الاداره عندنا اكثر من وظيفه شاغره. ليش مسميات شاغره؟ ليش هالواسطات والشغلات هذه؟ طيب عندكم انتم اكتفاء ذاتي منكم انتم كمراقبين بالرادار؟ اللي بتحكي عن المراقبه الجويه فانت ضربت. طبعا أيوة انا ابي اضرب. يعني احنا اول شيء خلينا نعرف المراقبه الجويه علشان المشاهد يكون حتى اللي ما عنده خلفيه في الموضوع عن طبيعه العمل يكون عنده خلفيه في هذا الموضوع. طبعا المراقبه الجويه انا شرطه مرور الجو. انا مسؤول عن كل حركه جويه تصير، سواء كانت في المطار بعد الاقلاع بالمجال الجوي الكويتي. عسكري مدني؟ عسكري مدني شاحن، حتى عبور الطيارات اللي فوق الكويت المنطقه الاقليميه. اي طبعا المنطقه الاقليميه احنا ما لنا شغل بالحدود السياسيه للدوله، يعني احنا ايام الحرب العراقيه الايرانيه كنا نغطي مساحه تعادل مساحه الكويت اضعاف مضاعفه، يعني مساحه الكويت 50 ميل بحري نص قطر، احنا 200 ميل بحري. تقريبا يعني 700 كيلو. فكانت كل الطيارات اللي تي من اوروبا ورايحه الخليج رايحه جنوب شرق اسيا وشغلات كلها قاعده تتغطى عن طريقنا احنا. واحنا شو نسوي؟ ناخذها ونسهل المأموريه حق البحرين. جميل جدا. الحين طال عمرك نبي نضرب على الوتر، لان تكلمنا بشكل عام حاليا عن المهنه. تفضل. انا يوم سالتك تو السؤال عن هل في عندكم اكتفاء ذاتي من مراقبين الجويين؟ لا للاسف طبعا احنا نعاني من هذا النقص، ومو من الحين، من السنوات السابقه، وهذا اللي الشغله، وهذا الموضوع الاساسي اللي هو لازم يكون عندنا اكتفاء ذاتي او اكتفاء قانوني بهالشغله هذه. طيب ايش قاعد يصير حاليا معاكم انتم اذا ما في اكتفاء ذاتي؟ المشكله الاساسيه ان الشغله هي لها متطلبات خاصه. نعم. شلون؟ طبعا انتم قلتوا ان مثلا انا شهادتي على شهادتي، لا، في بعض الوظائف ما تعتمد على الشهاده. نعم. تعتمد على اهميتها. انا اعطيك مثال. الحين الطيار شهادته شنو؟ شهادته جامعيه؟ لا، دبلوم نفس شهادتي انا. ايش ياخذ هو؟ وش ياخذ المهندس؟ ياخذ هو اعلى من المهندس. صحيح. زين، لما انا عامل مقارنه بالنسبه حق اهميه الشغل، الاطباء الاخصائيين ايش ياخذون؟ اضعاف مضاعفه على الوزاره، فاهميه العمل اللي انا اديه. صحيح طبعا. هذه الشغله. فبعدين الشغله المهمه بالمراقبه الجويه هي انت لما تدش الدوره، ما هي نسبه النجاح العالميه للمراقبه الجويه؟ كم النسبه؟ عطني فقر اي 5%. عفوا نسبة نجاح شنو بس؟ عفوا خل افهم سؤال. نجاح من المراقبين الجويين. المراقبين الجويين ما ادري. لا اهميتها عشان اكيد مغششينك. لا والله 5% فعلا. يعني مهنة نفس هذه اتوقع يعني من 3 5 7%. النسبة العالمية من 5 إلى 7%. ما هو غشاشين. لا والله ما حد قايل. ما يخالف، ما يتفاهم. ليش؟ لأن أنت مو بس مسألة إنك تنجح نظري، لا، العملي. المراقبة الجوية عبارة عن موهبة. المراقبة الجوية لازم أنت تكون عندك قدرة عشان تشتغل. ليش؟ عشان كذي يفحصونك طبيا دوريا، أنت والطيار ويا المهندس الجوي. زين طال عمرك إذا كل الحبوب هذه حق المراقب الجوي المفروض يتقاعد يعني. أنا ما أقدر أجاوب على السؤال هذا الحين. انزين، أنا عندي ما يخالف أخوي أحمد. يعني أنا مرة عندي زميل هو من بريطاني من أصل هندي، وهم يشتغل في المراقبة والذكاء. على حسب هذا الموضوع تم الاتصال وياه أن عندهم لو كان عنده مشكلة مع زوجته ما يداوم. طبعا مو بس مشكلة مع زوجته، يعني بما معناه لو عنده حالة نفسية هو قاعد يعاني منها في أي ظرف ما يخلونه يحضر الدوام. وهذا سبب الحادث اللي صار بزاغرب بالستينات. نعم. المراقب الجوي اليوغوسلافي كان عنده مشاكل عائلية ويشتغل، فصارت الحادث من الأسباب العوامل هذه. الله يعينكم. احنا مراقبنا الكويتي شنو هو؟ خلينا نتكلم في صلب الموضوع. وشنو مطالباته؟ مراقب الجوي احنا من 5 سنوات تقريبا بعد حرب تحرير العراق الوضع تغير كليا. صار زيادة الحركة الجوية بشكل فظيع. نعم. 300% غير الزيادة السنوية. احنا كنا قبل الحرب تحرير العراق كنا نتعامل مع 8 ممرات جويه. زين ناخذها خطوه. 300% على عدد الموظفين طبعا انت تقصد. لا هم عدد الموظفين ثابت. عدد الطيارات عدد الطيارات يعني نسبة بالنسبة لعدد الموظفين. لا، نسبة الحركة الجوية كانت قبل الغزو